ربنا سبحانه وتعالى أمر بجلد الزاني والزانية 100 جلدة، وده ما كانش عذاب من ربنا سبحانه وتعالى للزاني والزانية، وما كانش عقاب. الكلام ده كان رحمة ليهم. كمل معايا الفيديو وانت هتعرف كل حاجة. في آية في القرآن بتقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يستحي دي يعني ما يتكسفش، فربنا سبحانه وتعالى ما استحاش ان هو يضرب مثل بالبعوضة. طب ليه ما استحاش ربنا سبحانه وتعالى ان هو يضرب مثل بالبعوضة؟ تعالوا كده نشوف البعوضة دي بتعمل ايه. البعوضة هي اقل من الناموسة على فكرة، بس خلينا ناخد الناموسة كمثل. الناموسة دي اللي هي لما تمسكها وتضغط عليها شوية كده بتلاقيها بقت مية في ايدك. الناموسة دي لما بتيجي على جلدك اول حاجة بتعملها بترش بنج موضعي في المكان اللي هي هتدخل منه المصل بتاعها. بعد كده عشان حضرتك طبعا ما تحسش ان هي دخلت المصل بتاعها، بعد كده بتدخل المصل بتاعها وبتاخد عينة. بتاخد عينة صغيرة من دمك وبتشوف اذا كان الدم ده هيناسبها هي شخصيا ولا لا. بعد ما تحلل الدم ده بتبدأ تقرر اذا كانت هتاخد الغذاء بتاعها والاكل بتاعها منك ولا لا. طبعا انت ما تعرفش الكلام ده كله. عايز تعرف الكلام ده كله وانت بتعمل تحاليل؟ شوف كمية الأجهزة اللي بيستعملوها الدكاترة عشان يعملوا لك تحليل، وكمان ما بيقولولكش تعالى استلمه في نفس اليوم. فتخيل ان كل الأجهزة بكل ضخامتها ده موجودة في البعوضة اللي انت بمجرد ما تمسكها وتضغط عليها بتبقى مية. فدي معجزة من عند ربنا سبحانه وتعالى. والدي رحمة الله عليه كان دايما يقول لي ان كل آية في القرآن هتظل بكر إلى يوم الدين. طبعا أنا ما كنتش بفهم الكلام ده عشان كنت طفل صغير، بس النهاردة أنا عرفته. النهاردة اتصدمت بحقيقة بصراحة هي صدمتني جدا لما عرفت الكلام اللي أنا هقول لكم عليه ده النهاردة. إن الزاني لما بيزني في نجاسة بتفضل في جسمه. طب هل النجاسة دي بتروح لما بيتطهر أو بتستحمى؟ لا، ما بتروحش. طب بتروح لما بيعمل رياضة؟ لا، ما بتروحش. النجاسة دي بتتخزن بين الجلد واللحم. طب ايه اللي بيضيع النجاسة دي؟ تخيلوا ان اللي بيضيع النجاسة دي ان الانسان يتضرب على جلده ضرب قوي. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمر الزاني والزانية يجلدوا 80 أو 100 جلدة لغاية ما النجاسة دي تخرج من جلدهم. أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لما جات له واحدة ست وقالت له إن هي زنت وحملت من الزنا، فالنبي قال لها اولدي وتعالي. فلما ولدت راحت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ارضعيه وكملي شهور الرضاعة وتعالي. فأرضعت ورجعت له. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقام عليها الحد بالجلد. في الجلدة 80 توفاها الله. فسيدنا عمر بن الخطاب لفظ بلفظ كده يعني ما عجبش النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بص له كده وقال له والله لقد تابت توبة لو وزعت على أهل السماوات والأرض لوسعتها. عشان كده كل آية في القرآن وكل حكم ربنا سبحانه وتعالى بيحكم علينا بيه هو رحمة لينا. ربنا مش هياخد حاجة من اللي احنا بنعمله، ولا من صلاتنا ولا من أفعالنا ولا من عذابنا كمان، إنما هي كلها رحمة لينا. حتى أقدار ربنا سبحانه وتعالى بتكون رحمة لينا. وبس كده يا غالي، واشوفك بكل خير.